بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز على سموحة في مباراة ضعيفة المستوى. مباراة مش عايز أقول لك الواحد بيندم إن بيتفرج على ماتشات تنيم. يعني الواحد مفروض إن الماتشات دي كان بيستناها بشغف وبشوق. ماتشات الأهلي والزمالك بالذات في رمضان بعد يوم بقى صيام وبتاكل وتبقى مأنتخ عشان ان انت عايز تنام، فالماتشات دي انت بتستناها عشان ما تنامش. ولكن اثناء المباراة عايزين ننام من سوء المستوى من الفرقتين. وهنا عايز اقول بصراحة يعني ماشي، هنقول كل 3 ايام ومش عارف ايه والفرقة ما بتاخدش راحة ومفيش متعة عشان ان لازم اللعيبة تاخد راحة اكتر من كده. بس المشكلة مش شايفين لمسة جمالية، مش شايفين ترقيصة، مش شايفين تسديدة، مش شايفين حارس مرمى بيمطع نفسه ويطلع كرة من المقص. بصراحة بنتفرج على ماتشات زي بالظبط دوري الدرجة الثالثة والرابعة ودوري الشركات. ما فيهاش كرة خالص خالص، ما فيهاش فيها المتعة. يمكن الوحيد اللي انت بتتفرج عليه عشان بيعمل حاجات يخطف نظرك ويخطف قلبك شوية هو بزيرة، بمنتهى الأمانة. واللي يزعل يزعل واللي يتضايق يتضايق. هو ده اللي بيأدي حتة المهارة كما ينبغي، ان بيرقص وبيعدي وبيخش لجوه بتاع، بيفرجك على كورة. انما اللي احنا بنشوفه ده عك في عك بصراحة يعني. الاهلي بيفوز وبيجيب هدف التقدم او هدف الفوز. مروان عثمان اثر خطأ من حارس المرمى، هو بيكمل وبيحطها. وده الفرق بينه وبين الراجل اللي هو اللي جايبه النادي الاهلي ومقعده احتياطي ده، وبيلعبه برضه فرضه على الراجل، والراجل برضه بيلعبه. يعني خلاص انت شفت ماتش واثنين وثلاثه، اقعد بقى ودي الفرصه كلها لمروان ودي الفرصه لمحمد شريف. يعني انا عندي تدي لمحمد شريف احسن ما تدي الراجل اللي انت جايبه ده اللي هو اثبت فشل ذريع يعني. وخلي بالك ان كل مره بيهيج الجماهير على الاداره، كل ما الجمهور هيشوفه والنقاد والمحللين هيشوفوه هيقعد يقول لك طب مين اللي جايب ده، وازاي الاداره توافق على ده، وازاي العين الخبيره اللي، وهيقعدوا بقى ينتقدوا كتير. هو الحاجه الوحيده اللي في المباراه الهدف، وبعد كده لا دولت بيهاجموا ولا في خطوره، ولا على شوبير ولا على الحارس بتاع سموحه احمد ده، احمد ميهوب. فبصراحه مباراه عقيمه 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 يعني. حتى في التغييرات ما اضافتش لا هنا ولا هنا. يمكن حتى قلنا النادي الاهلي لما حسين ينزل يشد شويه وطاهر يشد شويه ورجع بن شرقي ناحيه الشمال قلنا، وامام عاشور نزل مكان بره، ما شفناش حاجه خالص. بصراحه مباراه عقيمه وتؤدي الى يعني ارفع من كره القدم بصراحه يعني. المهم يعني مش هطول عليكم عشان ما اقرفكوش اكتر، لان الواحد بصراحه زعلان. هل ده الاهلي وهل ده الزمالك وهل دي الكره في مصر؟ هل ده المستوى يعني؟ وبعد كده يقول لك ايه، احنا عايزين نخلص بدري عشان الاستعدادات لكاس العالم. اذا كان هم دولت اللعيبه النجوم اللي عندك السوبر اللي هم يروحوا كاس العالم ما بيأدوش، يبقى نروح انتوا منتظرين يعني ان انتوا هتعملوا بهلوانات هناك في كاس العالم بالشكل ده وبالمستوى ده؟ ربنا يستر. على العموم الاهلي بيكسب بالخبره ويحافظ على الهدف اللي جابه. وهنا برضو يعني، ولا بلاش، خلينا بقى نقول ايه، اشوفكم بكره ان شاء الله بعد مباراه الزمالك. سلام عليكم خالص. عشان الراجل ما جابش جون انت طلعت وقلت ايه، لا ما بيعملش حاجه والكلام ده. لا، يوسف بالعمري هو رجل المباراه وعمال تزيد وتعيد. ده الكره اللي عملها بالعرض اللي هي الوحيده اللي ضيعها مروان عثمان. يعني المفروض انا معاك، يعني انا مع الناس ان هو افضل من كوكا في الحته دي، لان دي عدلته، هو لعيب بيلعب فيها وحافظها والكلام ده. بس ما ينفعش ان هو يبقى راجل مباراه. لما ده راجل مباراه امال امام عاشور يبقى ايه؟ يعني بنتكلم بمنتهى الصراحه والمصداقيه. فطبعا الراجل عمال يقول حاجات احنا مش شايفينها. الاهلي في رمضان غير ايه، غير ده مباراه سيئه المستوى.
ده مباراة ضعيفة جدا، ده احنا قاعدين والله العظيم والله العظيم لو مش هعمل الفيديو ده وربنا ما كنت اتفرجت عليها، وكنت اتفرجت على راس الافعى ولا مسلسل تاني، ولا كان في مباراة تنس كانت قوية جدا بين سينر ولاعيب ما شاء الله مش فاكر اسمه ايه، مسك ولا ورد مش فاكر. فكنا اتفرجنا على الحاجة، ولكن عشان طالع للناس عشان مستنيين الفيديو، فانا طالع لقيتك عمال تزيد يا عم مش كده، ما انتوا خلاص انتوا يعني ضامنين مكانكم، يعني انتوا ضامنين مكانكم. امتى ما تضمنش مكانك؟ لو جاملت فرقة تانية يبقى في الحالة دي عليك قلق. مش عارف بس هيخنقونا اكثر ما المباراه خانقانا، يعني لا شايفين كوره ولا شايفين جمل ولا شايفين مدرب ولا شايفين لعيبه. هي الحاجه الوحيده الحسنه الوحيده اللي كانت في ماتش النهارده في فرقه النادي الاهلي هو امام عاشور. الفرقه الثانيه كان نور السيد، ونور السيد ده اكبر لعيب في الملعب واحسن لعيب كان بيسيطر على الكوره ويمسك الكوره ويحطها تحت رجله لاعب فرقته. تخيل بقى، احسن من ديانج الناحيه الثانيه ومروان عطيه، وهو الوحيد اللي واقف على رجله في الملعب وعنده 41 سنه. تخيلوا بقى، يعني ده بالنسبه لفرقه الجونه، انما طبعا بفرقه النادي الاهلي هو امام عاشور. فهو عايز يقنع الناس ان بالعمري ده ما حصلش قوي وراجل المباراه قوي. امال امام عاشور الراجل اللي شاط وجاب الجون وعمال يعمل سروهات وبيقطع وبيرجع يدافع وبيهاجم. ولا احنا بنتفرج على ماتش تاني، ولا احنا ما بنفهمش وانت اللي بتفهم؟ يعني اشرف بن شرقي الحسنه الوحيده بتاعته النهارده الكروس اللي عمله امام عاشور. الراجل من بدايه المباراه غلطان في بدايه التشكيل، لان المفروض انت بتلعب الجونه العب بديانج وجنبه بين رمضان اللي كل لعبه فاولات طبعا. هم بقالهم ماتشين عمال يقول لك ده راجع لمستواه مش عارف ايه، اقسم بالله لعبه كله فاولات. ولو في حكام بتراعي ربنا وعندها ضمير اقسم بالله يطرد. ده بيمسك ويشد، ده في كل كوره يمسك ويشد ويزق ويضرب، واخد حصانه مش عارف ما بياخدش انذار ليه، ما اعرفش. المهم يعني فهو بدأ غلط. انت عايز تلعب بين رمضان خلاص، يا تقعد مروان عطيه يا تقعد ديانج وتلعب جنبه بين رمضان وقدامه امام عاشور، ومن البدايه تلعب وينج شمال وينج يمين مع الراجل اللي انتوا جايبينه ما اعرفش ده اللي هو الراس حربه ده اللي قلش كرة النهارده في اول الماتش في السكس يارد، قلش ازاي دي ما اعرفش. ولكن هو الراجل لغايه دلوقتي مفكر ان هو بيلعب في مليك كفر الزيات، مش بيلعب في النادي الاهلي واسم النادي الاهلي. يا اما بقى موهوم يا اما مش في دماغه خالص، او ما يعني حد قال له تعالى انت جاي نادي درجه تانية. عشان كده الراجل مش مركز خالص. الكره اللي قلشها دي يعني ده لو جت في قصبة رجله جون، لو جت في وش رجله جون. انت بتقلش ازاي يا عم؟ وده راس حربة النادي الاهلي. المهم فهو بدأ غلط، فكان لازم يلعب. وبعدين بيلعب اشرف بن شرقي ناحيه اليمين ازاي يا راجل؟ ازاي اذا كانت خطورته كلها ناحيه الشمال، وكان حسين الشحات يلعب ناحيه اليمين؟ ده يعمل لك التوازن ويعمل لك الخطوره. عشان كده ما كانش فيه خطوره غير من امام عاشور بس. وطبعا مدرب بيعمل تغييرات سمك لبن تمر هندي، عمال يطلع فلان وينزل فلان ويطلع مش عارف ايه، وخاف يطلع مروان النهارده عشان